يؤسفني اقول لك ان انت محترق. لو عندك الاعراض اللي انا هقولها دلوقتي دي يبقى انت محترق نفسيا، وده اللي قاله لنا كتاب الاحتراق النفسي لويلمر شافلي. واحد، عندك مشاعر سلبيه، حاسس ان انت محبط فاشل، وحاسس ان انت ما عندكش دافع او شغف انك تعمل اي حاجه في حياتك بعد ما كنت ورده مفتحه كده مزدهره. اتنين، مش قادر تتواصل مع حد، مقلل الخروج مع الناس، مقلل الكلام في العموم، عايز تبقى ساكت معظم الوقت وما عندكش طاقه للناس عامه. تلاتة، صحتك في النازل، ملكش نفس للاكل، بيجيلك صداع كتير ومفيش سبب عضوي واضح، ما هو التعب ده كله احتراق نفسي مش اكتر. أربعة، مش قادر تبذل مجهود، مش قادر تدي في شغلك، بتهرب من مسؤولياتك، حتى لو حد طلب منك خدمة انت حتى مش قادر تخدمه ولا قادر تعمل له حاجة. انت كمان ما بقاش عندك طاقة لمجرد انك تقعد تسمع اللي قدامك وهو بيتكلم. والكاتب بيقول ان اكتر ناس عرضة للاحتراق النفسي هم الناس اللي بيشتغلوا مهن تحتاج مجهود فكري عالي جدا، او اصحاب المهن والمسؤوليات الكبيرة، مدير في شركة على اقسام كتيرة، صاحب شركة وعنده مسؤوليات كبيرة. وطبعا مش هننسى مهنة الام اللي هي اصلا عندها مسؤوليات لا تنتهي، وكمان اصحاب الاهداف اللي صعب تحقيقها. وكمان الكاتب قال ان الاحتراق النفسي ده ما بيجيش مرة واحدة، لا، الانسان بيعدي على 4 مراحل علشان يوصل لمرحلة الاحتراق النفسي دي. زي بالظبط الحريق، بتبتدي كده بشعلة صغيرة وتكبر تكبر تكبر لحد ما كل حاجة تتحرق. المرحلة الاولى مرحلة الحماس، فالانسان لما بيبتدي حاجة بيبقى كله حماس وتوقعات واحلام، بيبقى شعلة نشاط، بيبقى عنده توقعات انه هيكبر فيها ويتطور فيها بسرعة جدا، وبعدين يبص لروحه فجأة يلاقي نفسه داخل على المرحلة اللي بعدها كده منور، مرحلة الركود. بيلاقي ان توقعاته والخطة اللي كان راسمها لنفسه مش ماشية زي ما هو كان عايز، يعني كان المفروض انه يترقى دلوقتي وما حصلش، او بذل كتير قوي في العلاقة دي وبرضه مش مبسوط، مش ماشية. فالحماس اللي جواه ده بيقل واحدة واحدة لحد ما يوصل انه خلاص تمام كده ركود، وغصب عنه بيلاقي نفسه بيسمي وداخل على المرحلة الثالثة الإحباط. وهنا بقى بتبتدي أعراض الإرهاق والتقلبات المزاجية، وما بيبقاش قادر يدي زي الأول، ولا حتى قادر يبذل ربع المجهود اللي كان بيبذله رغم إنه كان بريمو. وهوب يلاقي نفسه دخل في آخر مرحلة اللامبالاة، اللي هو ما بقاش فارق، اللي يحصل يحصل. الشغل بالنسبة له بقى حاجة بتجيب فلوس وبس، والناس بالنسبة له أهم واجب مضطر أتعامل معاه، وكل حاجة في حياته بقت على القد بس، لا ليها طعم ولا فيها روح. طيب لو عندنا احتراق بقى هنعمل ايه؟ شوف الفيديو الجاي، وما تنساش تقولي في الكومنتس لو عندك اي عرض من الاعراض دي. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.